في شاب سوري وقف قدام جناح بمعرض، ابتسم، صافح، قدم سيرته الذاتية وسمع جملة صارت كتير متعبة نتواصل بعد المعرض. وبعد المعرض انتظر أسبوع، أسبوعين، شهر وما حدا تواصل معه. هذا الشاب مو شخص واحد، هو كل شاب سوري راح على المعرض بعيون فيها أمل ورجع بجيبته في بطاقات عمل وما حدا اتصل فيه بعدين. سألت ناس كتير مشاركين وزوار وكل الأجوبة كانت نسخة من نفس القصة. وصار الشاب السوري خبير بشي واحد بس، كيف يرتب بطاقات العمل بالدرج حسب تاريخ المعرض. من سنة لهلأ انعمل معارض كتيرة بسوريا كلها فيها ابتسامات، تغطية إعلامية وملايين الدولارات اندفعت على الحدث، وكلها تقريبا انتهت بنفس الطريقة. الكل رجعوا على بيوتهم والبطالة عند الشباب السوري ارتفعت من 70 ل 85%. ما عم بتهمك، هي الأرقام قدامك، وهون بدي أحكي مع المسؤولين مباشرة، مع كل حدا بينظم معرض بسوريا. انتو ما عم تبنوا حدث، انتو عم تبنوا امل عند شاب اسمه ربما احمد او سامر او لينا، وهو معتقد انه هذا المعرض رح يغير حياته. ولما هذا الامل بيتكسر مرة بيصعب بناؤه من جديد. سوريا يا جماعة ما لها بحاجة لمعارض اكثر، هي بحاجة لمعارض افضل. معارض بتنقاس بعدد الوظائف اللي تأمنت، مو بعدد الأجنحة اللي انفتحت، لأنه سامر وأحمد ولينا ما عادوا قادرين ينتظروا معرض تاني بنفس النتيجة. إذا عشت هالقصة وشفت غيرك عاشها احكيلي بالتعليق، صوتك هو اللي بيخلي هالكلام يوصل.